انا جيت. هلو عاملين ايه؟ وحشيني والله، وحشيني وحشه زي الفل. انا عارف ان انا بغيب كتير وبعمل فيديوهات على فترات طويله، بس يعني بتقول ايه، الدنيا حر، النور عمال يقطع كل شويه، مونتاج الفيديوهات رخم اوي خصوصا الفتره اللي فاتت، خصوصا مع لعبه اوي اوت اللي نزلت الاسبوع اللي فات ده. الفيديو ده حرفيا طلع عيني بقى. انا كرهت الشغلانه بسببه تقريبا، لو انا عمال افلتر كلامنا ما بيقولوا، وافلتر اصواتنا في اللعبه، وافلتر الاحداث اللي ملهاش لازمه، وكمان بترجم الفيديو في الفيديو نفسه، فاللي هو موضوع رخم جدا. قعد اسبوع بحاله بقى ما عملتش في الفيديو، انت متخيل؟ وما زلت شغال على الجزء الثاني يعني، وانا هكمل السلسله. هي هبت في دماغي انا ناوي اكملها يعني، ربنا يستر بس ونخلص اللعبه الاول يعني. أنا مش عارف اجيبها ازاي. انا كل ما افكر نسجل يا اما النور يقطع، يا اما حد فينا يبقى مشغول، يا بص اللعبه مش عايزه تخلص. او بالمره من افتكرت يعني، بما انك قاعد معانا لحد دلوقتي ولسه مكمل معانا مش عارف على اي اساس، فلايك شير سبسكرايب لو انت قديم معانا. لا ايه ده، انا بقالي فتره ما عملتش الحكايه دي فنسيت انا بقول ايه. لايك شير وقول لنا رايك في الكومنتات. لو انت جديد معانا يعني اشترك معانا برضه، مش هتخسر حاجه. وخد نظر برضه على الفيديو بتاع هوي اوت بتاع الاسبوع اللي فات، يمكن تفهم حاجه من اللي احنا بنقوله، علشان انا جاي اشتكي تقريبا مش عارف انا جاي اعمل ايه. بس يعني ده كان موضوع حبيت اتكلم فيه، بس عشان الناس تبقى عارفه هو ليه مفيش فيديوهات كتير على مدار الاسبوع. بس يعني لا سجلنا شويه حلوين يعني، فشغال على الفيديو الجديد ده الفتره دي ان شاء الله الاسبوع الجاي وعليك بخير بقى عشان هو الاسبوع ده خلص اصلا. خلينا بقى نخش ايه في المواضيع التانية التافهة، او مش التافهة يعني حاجات تغيظ. انا لا يعني لمحتها كده في الفترة الأخيرة. أولهم اللاب الجديد بتاع اسوس اللي أنا مش فاهم سببه في الحياة. حضرتك تعمل لاب بتوع الناس يعني، ده ممكن يكون رد فعله. Damn, what is that, bro? اصل بصراحة انت عامل لاب حرفيا سوبر باورد بالزيادة يعني. انت بتعرفش عن اللاب، فانا هقول لك بعض المعلومات عنه. ثانية بس عشان انا مش فاكر اسمه، عشان اسمه غبي اساسا. اسمه اسوس روج ستريكس سكار 18 سكار. ما اعرفش ايه اللي جاب سلاح السكار في الموضوع، بس يعني ده اللاب عموما يعني. انا بقى اقول لك مواصفات البتنجانة ده عشان انت هتنبهر انبهارات. اول قصيدة، البروسيسور يعني انتل كور اي 9 جيل 13 980 اتش اكس. ما اعرفش ده معناه ايه، بس انا متاكد منه ان دي حاجه تقيله يعني. ده بالنسبه للبروسيسور. خد بقى معاك كارت الشاشه نجم ار تي اكس 4090 اللي هو يعني انت متخيل الكومبو انتل اي 9 جيل 13 وكارت ار تي اكس 4090 مع بعض. ارمي لي ده بقى على جنب يا نجم. اسمع بقى الضحك التقيل العنب. الرامات 32 جيجا بايت دي دي ار 5، وقبل ان انت تزود عليهم كمان يبقى 64. حسبي الله ونعم الوكيل. انت متخيل الرعب يا نجم؟ حرفيا امكانيات تشغل سايبر بانك 4K ب 120 فريم تقريبا. خد بقى التقيله بقى على حق ربنا، 2 تيرا بايت هارد اس دي. يا لهوي. يا جبابرة 2 تيرا. لا وكمان ممكن تزود عليهم 2 كمان بخاصية ريد زيرو، اللي هي ببساطة كده انك لو ضفت الهارد التاني على الهارد ده بيقرا لك الاتنين على انهم واحد، وبيدي لك السرعة بتاعت الاتنين على انهم واحد برضه. يعني لو مثلا ده بيقرا نص تيرا نص جيجا وده بيقرا نص جيجا، ادمج الاتنين على بعض عندك جيجا تزيد بيها يعني. بص رعب و4K ريزولوشن. مبدئيا كده تشتغل الشاشه نفسها 4K 240 هرتز. انا لما دورت على سعرها تقريبا داخله في 100 حاجه و30 الف جنيه مقدم شهر. انت متخيل اي بني ادم طبيعي مع مبلغ زي ده هو مش هيجيب اللاب ده، هو هيجيب له تجميع على الاقل. لو التجميع في حاجه باظت هيقدر يعوضها، انما اللاب ده لو حاجه فيه باظت هيقعد يعيط جنبيه بالدموع. ايه ده؟ اركن بقى ده على جنب، نخش في موضوع تاني انا لمحته ومش فاهمه، مثير للضحك. ان عم بيتر ميمي قرر ان هو يخرج عن الاطار العادي بتاع المسلسلات بتاعت رمضان ويخش له في جو جديد. ما اعرفش يعني سببه ايه في الحياه، بس يعني ان هو يعمل مسلسل عن لعبه اساسنز كريد دي في حد ذاتها حاجه رايقه. ان هو كمان يعني مسلسل بيتكلم على حسب ما فهمت يعني عن شخصيه المعلم حسن الصباح، ولا الصراحه يعني من اكتر الشخصيات اللي عجبتني في الجزء الاولاني عموما يعني. انا معلش اعتراض على المسلسل، انا عندي اعتراض على اسم المسلسل الحشاشين. لا هو فوريل يا نجم يعني، انت سايب اسامي العالم مسمي الاسم ده يعني. بغض النظر عن المسلسل اصلا بيتكلم عن سفاحين والدنيا ضاربه خالص في الاحداث. معرفش اصلا هو ياخد الموضوع من اي منظور الصراحه، بس انت بتقول ايه يعني؟ انت دول انا اسامي ما لقيتش غير الاسم ده يا خلاص قفلت في وشك. اللي هو يعني انت بتديني عقلك يعني مثلا ايه، انا بتفرج على مسلسل اسمه الحشاشين. ايه ده بجد والله. وكريم عبد العزيز هو اللي قايم بالدور كمان، فربنا يستر يعني. احنا مش عارفين المسلسل ده هيروح بينا على فين. ندعو من الله ان الليله دي تعدي على خير وما نروحش بدايه. حسبنا ونعم الوكيل. انا بقى ايه يعني، نتكلم في
بما اننا اتكلمنا في منطقه الالعاب، خليني اقول لكم على حاجه كده في السريع قبل ما نخش على الموضوع اللي بعده. اكس بوكس جيم باس ده من اكتر الحاجات اللي حرفيا انا ما اعرفش ازاي ما وقعتش عليها قبل كده. ده كنز علي بابا حرفيا، كنز علي بابا بمعنى الكلمه. يعني تخيل انت ب 90 جنيه انت عندك مكتبه العاب رعب، مش العاب رعب، لا العاب كتيرة رعب من كتر ما هي كتير. تقريبا داخل في 400 لعبة تقريبا في الجيم باس، فيهم ألعاب كتيرة. انت يعني فيهم ألعاب أصلا تختيم ممكن تختمها لو انت حرفيا ممكن توفر على نفسك مئات الجنيهات ب 90 جنيه في الشهر. عندك سلسلة هالو، سلسلة ياكوزا، سلسلة دوم، وألعاب تانية كتير مش فاكرها، ومنهم هاوي اوت اللي أنا متنقل على عيني بلعبها حاليا، وفار كراي 5 برضه بلعبها كده على سبيل التسلية. أنا صراحة يعني كان نفسي ألعبها من زمان. واساسنز كريد اوريجينز واوديسي وغيرهم، وقبل كتير الجزء التاني برضه موجود هناك. يعني لو وافق القلم تلعبها يعني. اللي هو لا هو الصراحه يعني فكره ان اصلا الجيم باس بقى موجود في ريجنال مصر الصراحه كان فكره جامده من وجهه نظري، وصاحب اصلا اللي اقترح عليها الفكره دي وانا بحييه عليها. انت مش محتاج فيزا، هو فودافون كاش او اي طريقه اللي هو تعمل بيها فيزا اونلاين كده تظبط لك الدنيا على الاخر. يعني على العموم يعني اللي هو لازم تفضل على الاشتراك لو عايز تكمل في اللعبه. يعني مثلا لو الشهر خلص وانت بتلعب اللعبه ما تفتكرش ان انت ايه تستنصح تخش تلعب اللعبه بعد كده وانت مش مشترك فتعدي. لا معلم، هيقول لك تعالى هنا كده اطلع بره تعالى اشترك وبعدين بقى خش يلعب. ومن رأيي يعني هو رأي ممكن تاخد بيها وما تاخدش براحتك. من وجهة نظري يعني باش اشترك عشان تخش تلعب الالعاب الاونلاين. لو فايز روح اشتري احسن، ما هتوفر على نفسك فلوس. يعني انت مش هتقعد تلعبها كل يوم، ممكن اوقات تلعبها ممكن كلمه ما تلعبهاش، فاشتري دماغك يعني. اوكي خلينا نخش بقى في اخر موضوع قبل ما نتكل على الله كده ونقفل الضحك ده علشان الموضوع واسع مننا بزياده. بص يعني انا واحد بتابع الانميات، خلينا نخش برضو في هذا المجال ونتكلم عن ان مسلسل وان بيس واخد منحنى مستفز قوي وفي حاله من التنطيط اللي مستفزه بقالهم فتره من ساعه ما دخلوا في وانو وهم بيمطوا مطه غير منطقيه. تخيل معايا الاحداث بدأت تقريبا من 910 باين، داخلين حاليا في الحلقه 1000 حاجه و70 ولسه الموضوع ما خلصش. الكلام عليه يعني تقريبا حرفيا الحرب تقريبا ما فاضلش فيها غير اخر خناقه خلاص عشان يقفلوا الكلام. ليه كل ده؟ الفكره ان الحلقه بتاعت الاسبوع الجاي، لا الحلقه اللي بعدها لسه بيتكلموا يعني الجيل الخامس الباشا ده بيشتغل عليه ايه؟ هو غير عربيه ايه اللي انا بقوله؟ الجيل الخامس اللي هو يعني المفروض ان هو يتنال على عينه ويظهر في الانمي لسه هينزل. مش الحلقه بتاعت الاسبوع اللي هيبدا ده، لا اللي بعدين. ليه كل ده مط؟ ليه يعني في المانجا حرفيا الكلام ده كله ما خدش الوقت ده كله؟ يعني ليه الهري الطويل ده انتوا ده الجيل الخامس ده ظهر في الفيلم بتاع ريد اللي نزل في الصيف اللي فات تقريبا. هو ما خدش 5-6 ثواني على بعض بس ظهر وخلصنا. ليه بقى المط اللي ملوش لازمه ده؟ مش فاهم. يعني حاجه غريبه من نوع. الاكسبوجر عمال يقيد ويطفي كده مع نفسه، لا انت فاهمش الاضاءه بتزيد وتطنط لوحدها كده، حاجه غريبه. اوكي عندك طبعا جوجوتسو كايسن الموسم الثاني نزل، وبليتش راجع تاني، وخبر لسه يعني شايفه طازه النهارده وقت ما بسجل الفيديو ده. يعني سولو ليفلنج نازل في الشتاء، ومفروض اتاك اون تايتن المفروض ان اخر احداث برضه هتنزل في الشتاء حاجه زي كده. اللي هو الموضوع طول بزياده قوي. يعني اتاك لو وين بيس بيمط 10 مرات اتاك اون تايتن بيمط 70. اللي هو ليه كل ده؟ انا لما شفت اصلا الحلقه الاخيره اللي نزلت اللي هو انا قلت خلاص بقى هقفلوا الاحداث اللي هو هيخشوا في الخناقه ونخلص مره واحده وهوبا يلا شعلباز نقلب المسلسل. لا وصل لحد نقطه وتبي كونتينيو بقى اللي هو التعبيط يا اسطى. فانز اتاك اون تايتن نفسهم بقوا حاسين ببقى المراره اللي هو ليه كل ده؟ ليه يعني ليه كل الاوفر ده؟ طب انا هقول لك على حاجه. شينسو مان، مسلسل شينسو مان اللي كان المفروض انه نزل قبل الحلقه دي ما تنزل اصلا، كان نفس الاستوديو بتاع مابا تقريبا هو برضه اللي كان شغال عليه. عارفين مع كل حلقه ما كانوا 12 حلقه تقريبا، كل حلقه ليها تتر نهايه مختلف وملوش معنى. يعني حرفيا تتفرج على التتر ما انتش فاهم حاجه، ما فهمش هو اصلا ليه علاقه بالاحداث ولا هو بيهروا كده مع نفسهم ولا ايه الدنيا. يعني انتوا كان ممكن توفروا كل ده وتشتغلوا على المسلسل كان زمانكم خلصتوا من اتاك اون تايتن. لا صرف وفلوس قد كده في تترات نهايه بلا هدف. لا انا مش فاهم ليه. انا لو حد عنده تفسير للي حصل ده يبقى يقول لنا عشان انا بجد مش فاهم. اللي هو يعني حاجات غريبه يعني بتحصل وانا مش فاهمها. يمكن انا الوحيد اللي مش فاهم، الناس كلها فاهمه بقى ولا ايه مش عارف. واخر حاجه وان بيس مسلسل نتفليكس عاملاه هينزل في غير اغسطس. يعني صراحه يعني شفت الاعلان ومتحمس للمسلسل الصراحه. عاجبني اداء الشخصيات والانيميشن والسي جي اللي شغال. يعني من الاعلان شكله حلو. يعني لسه مش عارفين الاحداث تبقى عامله ازاي بس يعني هو شكله حلو. حتى اصلا شفت اللقاء اللي حصل ما بين الواد اللي هو عامل لوفي في مسلسل نتفليكس والست اللي قايمه بالدور اداء الصوتي للشخصيه الاصليه الياباني. اللي هو الصراحه كان لقاء رايق الصراحه، كان حلو كده. تحس ان هو مش فاهمين بعض بس يعني كان مثير للضحك الصراحه. هم مش فاهمين بعض بس الدنيا حلوه. اللي هو بيتواصلوا مع بعض كده جدعانه.
فاللي هو لا يعني متوقع المسلسل ده الصراحه هيبقى رايق ومصرف عليه كتير قوي الصراحه، طبيعي لازم يطلع حلو، لو ما طلعش حلو بعد ده كله يبقى حرام، ده مش ناقصه، هيبقى الانمي والمسلسل ده كمان هيبقى دبل احباط، مش ناقصه خالص. قاعد اصلا نفسيته في الحضيض، عايز حاجه تديله شويه باور. في اعلان شفته لسه ما فيش ساعتين لعبه بوبي بلاي تايم شابتر 3 على كلامهم ان هو هينزل في الشتاء المفروض، لا مش عارف حرفيا قعدوا شغالين على بروجكت بلاي تايم وتقريبا ما حدش ركز مع اللعبه دي اصلا، مع العلم ان بوبي بلاي تايم شابتر 2 ده اكتر فيديو حرفيا مكسر القناه دي. يعني انت لو دخلت عندي ودورت على فيديو بتاع بوبي بلاي تايم 2 هتترعب من مش عارف، انت هتشوف فيديوهات ما لهاش علاقه باكتر فيديو جايب فيديوهات عندي تاني بعد منه، حرفيا ما فيش وجه مقارنه مع اي فيديو تاني في القناه دي خالص. اللي هو انا مستني شابتر 3 ده ينزل بفارغ الصبر، مش عايز اقول لك ازاي. ربنا يستر ربنا يستر وما يطلعش شابتر في الاخر كفته، انا هنكتشف الصدمه في الاخر وبس كده. وهذا كان لقاء سريعا قصيرا وربنا ما يقطعها عاده. اشوفكم على خير الفيديو جاي وما اشوفكمش في حاجه وحشه. سلام.